السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على الشاومي 13. النهارده هنتعرف بالتفصيل على اخوه الكبير، وزي ما هو معروف كده ان الاخ الكبير دايما بيكون كبير في كل حاجه. شاومي 13 برو بالفعل كبير في كل حاجه، ابتداء من حجم الجهاز وابعاده اكبر من شاومي 13 العادي، وزنه كمان اتقل 210 جرام للنسخه الجلد و229 جرام للنسخه الفخمه السيراميك، يعني بالصلاه على النبي كده داخل في ربع كيلو. ودي حاجه ممكن تكون مزعجه كده للبعض، ومن ضمنهم يعني انا ما بحبش الاوزان التقيله، ولكن الجهاز فخم جدا. حجم نافذه الكاميرات كمان اكبر وادخن، وده الامكانيات الكاميرا الجباره. زي ما بقول كده ممكن يكون الحجم بتاع الجهاز مش مناسب، ولكن دي اذواق، والجهاز في النهايه حاجه يعني شيك جدا، وحاجه كده قطعه فنيه فريده الصراحه. فريم الجهاز من الالومنيوم المقاوم للخدوش، سمك الجهاز معقول جدا 8.4 ملم. عموما التصميم جميل وخامات فخمه، والاهم بقى هو ان الجهاز يعني واخد معيار الاقوى في العالم لمقاومه الماء والغبار حاليا IP68، يعني متر ونص تحت المياه العذبه لمده نص ساعه. سماعات الجهاز ستيريو سبيكر ممتازه، سماعه سفليه وسماعه علويه منفصله بصوت يصل الى 24 بت 192 كيلو هرتز لصوت عالي ونقي. شاشه الجهاز شاشه عملاقه في الحجم والمواصفات، بتيجي بحجم 6.73 انش، شاشه كيرفي بانحناء خفيف من الاجناب بشكل شيك وجميل. عليها اقوى طبقه حمايه موجود في العالم وهو كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. الشاشه دي من نوع LTPO OLED بدقه 2K او كواد HD ريزوليوشن 1440 في 3200 بكسل، بالوان تصل الى مليار لون، ودعم لتقنيه HDR10 بلس ودولبي فيجن، مع تردد ينتقل كده من 1 هرتز الى 120 هرتز لاداء افضل، وضمان الحفاظ على الطاقه الى اقصى حد. غير بقى ان سطوع الشاشه دي في الوضع العادي بيصل الى 1200 نتس، ومع وضع ال HDR بيصل اعلى سطوع 1900 نتس، وده اعلى سطوع في عالم الاندرويد. زي ما احنا عارفين كده ان شاشه الايفون 14 بيصل سطوعها الى 2000 نتس. الفرق مش كبير ما بين 1900 و2000 نتس، ولكن فرق السعر كبير. ايفون 14 بيبدا سعره من $1100، اما الشاومي 13 فبيبدا سعره من $750. عموما مواصفات الشاشه دي هي الاقوى حاليا في كل حاجه، الوان وسطوع شاشه وكونتراست وكمان شياكه. طريقة الجهاز 4820 ملي امبير، يعني 5000 الا حاجة بسيطة، مع بروسيسور بدقة تصنيع 4 نانومتر. متوقع ان البطارية تديك اداء قوي جدا، وخاصة ان الشاشة الكواد HD تبقى مستهلكة للطاقة، فمحتاجة بطارية قوية، فمتوقع ان اداء البطارية دي يكمل يوم كامل. الاهم هنا بقى هو منظومة الشحن. داخل العلبة في شاحن بقدرة 120 واط، الشاحن ده بيشحن من الصفر ل 100% في 19 دقيقة فقط، ودي حاجة ممتازة. إلى جانب إن أنت تقدر تشحن شحن لاسلكي بقدرة 50 واط، وشحن عكسي بقدرة 10 واط، يعني لو معاك أي جهاز كده عايز تشحنه من خلال تليفونك فتقدر تشحنه بقدرة 10 واط. يعني جميع أنظمة الشحن موجودة في الجهاز. اما اداء الجهاز فهو اداء استثنائي يليق بتليفون رائد في عام 2023. المعالج المستخدم هو الاقوى في العالم حاليا، الجيل الثاني من السناب دراجون 8 من شركة كوالكوم، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بأنوية أداء تصل إلى 3.2 جيجا هرتز، ومعالج رسومي هو الأقوى الأدرينو 740، وده نفس المعالج المستخدم في النسخة العادية. يعني النسختين الشاومي 13 والشاومي 13 برو هيكونوا بأداء استثنائي، أداء قوي جدا. طيب ايه اللي يفرق بقى ما بين الشاومي 13 والشاومي 13 برو؟ في رأيي الشخصي هو الكاميرات بتاعة الشاومي 13 برو كاميرات يعني في حتة تانية خالص. كل اللي فات ده حمادة، والكاميرات دي حمادة تاني خالص، لان الشاومي 13 برو بيجي بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا بكسل للثلاث كاميرات. الكاميرا الاساسيه عايزه حلقه كامله لانها كاميرا بروفيشنال، بتيجي بسنسور من سوني هو الاحدث والاقوى في العالم من نوع IMX 989. حجم السنسور ده 1 انش، وده اكبر حجم السنسور كاميرا موبايل في العالم، والناس اللي بتفهم كده في الكاميرات عارفه يعني ايه سنسور بحجم 1 انش، يعني استقطاب للاضاءه اعلى، تفاصيل اكتر. ده الى جانب بقى نظام التثبيت الهايبر OIS لتثبيت اكبر، ودعم من لايكا وعدسات لايكا الجميله والمبهره. يعني معاك في جيبك فعلا كاميرا بروفيشنال. ونتائج الصور اللي زي ما انتم شايفين، سواء اللي الشركه عرضتها او للناس اللي جابت التليفون وصورت بيه كده، حاجه في منتهى الجمال، حاجه هايله حقيقي. الكاميرا العريضه بتيجي بدقه كمان 50 ميجا بكسل لضمان جوده تقارب الكاميرا الاساسيه،
وكاميرا للتليفوتو بيصل الزوم بتاعها 3.2 اكس زوم اوبتيكال، زوم حقيقي برضه 50 ميجا بكسل. وكاميرا للسيلفي 32 ميجا بكسل لاداء هايل زي ما حضراتكم شايفين جميع نتائج الصور، حاجه جميله جدا. ولهنا نيجي لنهايه الحلقه. الف شكر على المشاهده، اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.